السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه سوبر ليدي. يا مساء الفل على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني. كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض سويسرول العيد بالفانيليا بكوبايه الا ربع دقيقه. هنعمل مع بعض تقريبا يعني دستة سويسرول، وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله شكلها مشهي جدا وبجد يعني في منتهى الجمال. ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم جدا. تعالوا بينا بقى بسرعه نشوف الطريقه والمقادير. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بالمقادير بتاعتنا. اول حاجه هيكون معايا 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ، ما يكونوش ابدا طالعين من التلاجة، وكمان فانيليا ورشه ملح وكوبايه الا ربع سكر وكوبايه الا ربع دقيق. لو هتعايري بالمعلقه اللي هي المعياريه دي بتعايري 8 معالق دقيق ممسوحين، وكمان 8 معالق سكر برضو ممسوحين. اول حاجه بقى هنحط الفانيليا على البيض. لو عندك الفانيليا السايله ممكن تحطي ربع معلقه صغيره، وكمان حطيت رشه الملح وكوبايه الا ربع سكر. هنضرب بقى الخليط ده كويس جدا بالمضرب الكهرباء لغايه لما القوام بتاعه يفتح خالص ويتقل كده ويبقى ابيض. يعني تضربيه تقريبا من 3 ل 4 دقايق بالمضرب الكهرباء. شايفين كده الخليط بتاعنا بقى لونه تلجي خالص، والقوام بتاعه كمان تقل شويه، والحجم بتاعه برضو ما شاء الله اتضاعف مرتين. دلوقتي هندخل عليه كوبايه الا ربع دقيق، بتدخل عليهم الدقيق شويه بشويه، وزي ما انتم ملاحظين كده انا ما حطيتش بقى بيكنج باودر خالص. وهتقلبي كده بمعلقه وسباتيولا من فوق لتحت بالراحه، علشان الهواء بقى اللي دخل بالمضرب يعني ما يخرجش من البيض والسيسرول بتاعك يطلع هابط. وتفضلي تقلبي كده بالراحه بقى من فوق لتحت لغايه لما يمتزج الدقيق كويس قوي مع خليط البيض. وده القوام بتاع الخليط بتاعنا، زي ما انتم شايفين كده القوام بتاعه جميل جدا مظبوط. دلوقتي حطيت الطاسه بتاعتي بقى على النار، وهنحط فيها مسحه زيت صغيره خالص ونمسح الجوانب بتاعه الطاسه والقاع كويس قوي. وبعد كده هديت النار خالص، خليتها زي الشمعه، وحطيت كمان تحتيها الشياطه وخليت الطاسه بتاعتي دي تسخن شويه. وبعد كده هنقسم بقى الخليط بتاع السويسرول ده على مرتين، يعني كل مره هنعمل نصه في الطاسه، لان طبعا لو عملتيه مره واحده هيبقى عالي معاكي ومش هينفع يتلف، فاحنا بنقسمه على مرتين وبنسويه كده في الطاسه كويس قوي. وبعد كده بنغطيها بقى باي غطا حله، وبنسيبه على النار يعني لمده من 3 ل 4 دقايق بكتير قوي. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله بيستوي بسرعه، ما بياخدش وقت، بتختبريه بالخله. اول ما تلاقي السويسرول يعني ناشف كده معاكي وما طلعش عجينه، تعرفي ان هو كده استوى وتمام. بعد كده بتغلفيه بقى وبتسيبيه يبرد خالص. دلوقتي هنجهز مع بعض الكريم شانتيه. بيبقى عباره عن كوبايه سكر، وكمان كوبايه وربع من الكريمه اللي هي الشانتيه الخام، وكوبايه ميه مثلجه او حليب مثلج. وهنضربهم كويس قوي برضو بالمضرب الكهرباء لغايه لما القوام بتاعهم يتقل. وبتضربي الخليط برضو بتاع الكريم شانتيه ده مش اقل من 4 ل 5 دقايق، لان انت كل ما بتضربيه كل ما الخليط بتاعه بيتقل. وده كده السويسرول بتاعنا بعد ما برد. زي ما انتم شايفين كده انا بحاول بقى ان انا احشيه وهو زي ما هو كده متني. ما تحاوليش ابدا تفردي السويسرول، لان انت لو فردتيه هيتكسر منك. بنحط فيه شويه بقى من كريمه الحشو او الكريمه بتاعه الشانتيه، وهنلفه بقى بالراحه خالص. وبالنسبه بقى للكريمه الزياده دي برضو بنشيلها. وبعد كده هنلفه برضو بالورق اللي هو الاسترتش ده ونسيبه على جنب لغايه برضو ايه ما الكريمه يعني تشد شويه، وبندخله التلاجة. وهعمل التانية برضو بنفس الطريقه. اهم حاجه ان انت تحطي طبقه حلوه بقى من الكريم شانتيه علشان يبقى طعمه حلو، ما تبخليش يعني كتري يعني ما يهمكيش. اهو زي ما انتم شايفين كده انا بشيل بقى الزيادات بتاعه الكريمه كلها، وهغلفه برضو زي التاني. ودلوقتي خدت بقى شويه كده من الكريم شانتيه، هنحطها في كيس التزيين ده، وخدت البلبله الصغيره بوريكم برضو شكلها اللي هي مشرشره العاديه خالص. وبعد كده هنحط فيها معلقتين 3 بقى من الكريم شانتيه علشان نزين بيه على الوش، نعمل بيه كده شويه وردات. وتملي زي ما بقول لكم يعني التزيين بيبقى اختياري، انت ممكن تزيني زي ما انا زينت كده، وممكن تعملي احلى، وممكن تعملي حاجه مختلفه خالص. دلوقتي هشيله بقى على جنب كده في التلاجة. وبقيه الكريم شانتيه بنحط له كده شويه بقى من اللون الاحمر، نقطتين كده من اللون الاحمر اللي هو الجل او اللون السايل. وهنقلبه بقى شويه لغايه لما يدينا اللون اللي هو البامبا او البينك الفاتح ده. كده السويسرول بعد ما مسك نفسه شويه هنغلفه بقى بطبقه حلوه كده من الكريم شانتيه اللي احنا عملناه الملون من فوق.
لو حابه ان انت ما تلونوش وتخليه ابيض زي ما هو برضو هينفع. اهو زي ما انتم شايفين كده انا بغلفه بقى بالاسباتيولا بتاعتي، وممكن برضو تغلفيه بظهر معلقه. وهنغلف برضو التانية بنفس الطريقه. اهم حاجه ان انت تشتغلي بالكريم شانتيه، يعني وهو يكون خارج من التلاجة يكون ساقع علشان ما يسيحش منك. وتشتغلي برضو في مكان يكون فيه مروحه، لان الايام دي زي ما انتم عارفين كده الحر جامد، فالكريم شانتيه يعني هتلاقيه يغلبك شويه. وبعد ما بنغلفه كويس بقى بندخله الفريزر او التلاجة كده لمده 10 دقايق، لغايه برضو ما يشد روحه شويه كده ويمسك نفسه. وبعد كده نكمل بقى التزيين بتاعه. ده كده السويس رول بتاعي بعد ما خرجته بقى من الفريزر. انا دلوقتي بقى بسويه كده بالبتاع، مش عارفه والله اسمها ايه دي، اللي انت بتسوي بيها. وممكن برضو على فكره تسويه باي سكينه عندك ما تكونش مشرشره بالظهر بتاع السكينه، ينفع برضو. ولو حابه ان انت تخليه مضلع برضو كده بالتضليعه بتاعته الاولانيه برضو هيبقى شكله جميل قوي. وبالشوكه بقى هنعمل كده شويه امواج كده زي موج البحر، برضو هتدينا شكل حلو قوي للسويس رول بتاعنا. على قد ما قدرت النهارده يعني اخترت لكم حاجات كده من المطبخ عندنا كلنا في البيت، علشان يعني ما اجيبلكوش ادوات بقى كيك معقده وكده ما تعرفوش تعملوا زيها. جبت لكم كل حاجه موجوده عندنا في المطبخ كده هتستخدميها بكل سهوله. يعني على قد ما تقدري كده اشتغلي بقى بالحاجات اللي موجوده عندك ومتوفره في البيت، وما تكلفيش نفسك ابدا اكتر من طاقتها. وفي الاخر والله الحاجه بجد بتطلع جميله قوي. اهم حاجه ان انت طبعا بتعمليها لاولادك بحب، وبجد يعني الحاجه بيطلع مفيش احسن من كده. دلوقتي هنبتدي بقى نقطع السويس رول، بس لازم طبعا ندخله التلاجة مرة كمان لغاية لما يمسك نفسه خالص. ومن الأحسن ان انت تدخليه الفريزر لغاية لما يتجمد خالص، علشان لما تيجي تقطعيه تقطع معاكي بسهولة وما يغلبكيش. وكل مرة بتقطعي بقى بالسكينة اللي هي المشرشرة دي بنمسحيها كويس قوي كده بالمنديل. وبعد كده هنقيس قيرتين، وبعد كده نروح قاطعين على طول بالقيرتين. لو حابة ان هو يبقى ارفع من كده هيديكي عدد قطع اكبر، بس انا حبيت الحقيقة ان انا اعمله كبير شوية. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله شكله حلو قوي. اهم حاجه ان كل مره تقطعي فيها تمسحي السكينه كويس علشان السويسرول يطلع معاكي متظبط. ومعايا هنا بقى الورق اللي هو بتاع الكب كيك. الحقيقه انا كنت جايبه ده بس طلع كبير شويه، فاستبدلته بالورق اللي هو بتاع الميني كب كيك اللي هو الصغير. هنحطه كده بقى هيبقى جميل قوي برضو، وكمان بيدي للسويسرول يعني شياكه كده وشكل حلو. ودلوقتي هنعمله بقى شويه وردات كده بقى بشويه الكريم شانتيه اللي احنا كنا حاطينهم على جنب. وفي الطبق ده معايا شويه من الكريز. الكريز ده يا جماعه اللي هو الطبيعي الفاكهه، يعني لو حابه ان انت تحطي كريز اللي هو الاحمر الحلو او المسكر بتاع الحلويات برضه يبقى حلو قوي. ودلوقتي معايا معلقتين كده كريم شانتيه نحط لهم برضه شويه كده من اللون الاخضر علشان نعمل بقى ورق شجر كده للوردات اللي احنا عملناها دي، برضه يبقى شكلها جميل جدا. وزي ما بقولك يعني ان التزيين تملي بيبقى اختياري، انت بتبدعي بقى زي ما انت عايزه، ممكن تعملي احلى من كده بكتير. ودي كده البلبله بتاعت ورق الشجر دي يا جماعه بتتجمع من محلات الادوات بتاعت الحلواني.
وده بقى الشكل النهائي للسويس رول بتاعنا بعد ما خلصناه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله شكله بجد مشرف جدا لو هتقدميه لاي ضيف. وكمان امكانياته بسيطه خالص، يعني بكوبايه الا ربع من الدقيق عملنا تقريبا 12 قطعه من السويس رول، ما شاء الله حلوين جدا. بتمنى يا حبايب قلبي ان كلكم تجربوه، لو عجبكم ما تنسونوش بقى من صالح دعائكم. وبس كده، كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد. مع السلامه.